النهاردة هنتكلم عن حاجات عصبتني في الامتحانات. ايوه فعلا يا جماعة، بس قبل ما نبدأ زي ما احنا قلنا هنبدأ ناخد اسئلة المتابعين. عندنا سؤال من ريد ادم بيقول انت مواصفات جهازك ايه؟ انا هحط صورة المواصفات اهي، ولو في اسئلة تانية اكتبوها في التعليقات. يلا نرجع للقصص. انا هحكي القصص بس عن طريق الانيميشن. القصة الاولى، انا كنت قاعد في امان الله وفجأة دخل علينا المدرس وهو معاه الامبوستر. بعدين كل واحد خد الورقة وكان امتحان بسيط، كان امتحان رسم واكيد مفيهوش غش، ولكن هنا كانت الصدمة. لقينا واحد يغش من رسمة واحد، والصراحة كان ليه حق. ليه؟ لان اللي كان بيغش منه ده كان احسن واحد في الرسم، ولكن طبعا هو اخد باله فاشتكى من المدرس. ولكن المشكلة مش هنا، المشكلة ان المدرس قال له عادي. هو تقريبا المدرس كان بيحسب انه امتحان رسم فعادي. لا طبعا مش عادي، الامتحان مش لعبة. والصراحة دي قصة تعصب برضو. يعني لو انت اشطر واحد في الرسم وجي واحد غش منك رسمة، احساسك هيبقى ايه؟ ولو انت شاطر في الرسم اكتب لنا في الكومنتات. ولكن طبعا رسمتي كانت احسن رسمة. ندخل على القصة التانية، واكيد دي حصلت مع الكل ولازم تحصل. مين مثلا لما يجي يحل امتحان الدين يقعد يغش؟ يعني انا مش فاهم، حتى في الدين هتغش؟ ازاي تغش في الدين؟ حتى في امتحان الدين بيتغش، يعني حاجه مش موجوده الا في مصر والله. وانا عارف القصه دي برضو قصيره، بس عادي مفيش مشكله. تعرفين الفيديوهات دايما اتعودت عليها اللي هي قصيره. واخر قصه معانا، وهي لو ما حصلتش معاك يبقى انت محظوظ، لا بل تفوقت على الحظ. قصة هي انه لما تكون شاطر جدا في مادة معينة وباقي صحابك مش شاطرين فيها، بيحصل هنا بقى الخوف. طبعا في الطبيعي لازم تغشش صحابك وهم يغششوك، صح؟ لا، هنا في مصر بقى العكس. المفروض انه اصحابي مش فاهمين اي حاجه في الماده في الامتحان، وطبعا انا الوحيد اللي عارف الماده دي كويس. ولكن المصيبه اول ما عرفوا يا جماعه حرفيا كنت هموت من واحد من حواليا. وكمان مش كده، لا الورقه كانت هتتفتت حتت. ولكن في ميزه، تعرف ايه هي؟ اولا بتاخد الاحترام من الجميع وتكون جاي، بس تستنى بس صحابك يشوفوا النتيجه. لو حلوه يبقى انت حي، ولكن لو العكس فانت ميت. ولو في اي قصص زي دي اكتبها تحت في التعليقات. بشكر دليل المونتاج ووسم جيمر بلو على انهم بقوا في التيم بتاعي. وسم هو اللي عمل الصورة دي، كلهم مصريين يعني. ولو عايز تنضم يعني للتيم ادخل على الموقع بتاعي. وبس اشوفكم على خير في امان الله. يلا سلام.